هعمل معاكم النهارده فراخ روستو بالزبده والاعشاب، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم مستويه على الاخر من جوه ومن بره. هتنفعكم قوي لو عندكم عزومه او حتى في الايام العاديه كنوع من انواع التجديد. هنجيب بقى الفرخه بتاعتنا وننضفها كويس قوي ونحطها في محلول نقع من الملح والميه والليمون لمده ما تقلش عن نص ساعه. هنحضر بقى الخلطه بتاعتنا. هنجيب زبده حوالي 50 جرام، عليهم فصين توم مفرومين كبار يعني حوالي 4 فصوص صغيره، و3 معالق كبار زيت، وعصير ليمونه واحده، بس الليمونه تكون كبيره، لو صغيره تبقى ليمونتين. هنضيف بقى معلقه كبيره ملح ونص معلقه فلفل اسمر ومعلقتين صغيرين من الزعتر المجفف ومعلقه صغيره توم باودر، ونهرس بقى كل المكونات دي كده مع بعضها كويس. هنشيل بقى الفرخه بتاعتنا من محلول النقع وننشفها كويس كده باي منديل. هنكون بقى عاملين نجيب كده تحت الجلد في الفرخه من تحت زي ما انا عاملاه او من عند الرقبه، ونبدا كده ندعك بالخليط ده وندخله تحت الجلد كويس قوي من كل النواحي ومن عند برضو الورك كويس. وبقى الخليط بقى ندعك بيه الفرخه من بره. وزن الفرخه دي 1100 جرام، ما تزودوش عن 1400 عشان تستوي كويس وتبقى متبله بشكل يعني يبقى طعمها حلو. قطعت بقى مكعبات بطاطس وشرايح جزر ودخلتها كده جوه الفرخه، ما تبلتش الخضار ولا اي حاجه، على اساس ان هو هيشرب من التتبيله اللي هتنزل من الفراخ. لو حابين تتبلوه بشويه توابل برده مفيش مشكله. ربطت بقى رجل الفرخه بخيط وحطيتها في كيس حراري، وحطيت معاها باقي الخضار وقفلت بقى الكيس ودخلته على فرن درجه حراره 220 لمده 35 دقيقه. لو وزن الفرخه كبير ممكن نزود من 10 دقائق لربع ساعه. هنفتح بقى الكيس الحراري ونبدا كده ندهن الفرخه بالزيت اللي نازل منها في الكيس، وندخلها على فرن تحت الشوايه. كل 5 دقائق نفتح عليها وندهنها بالزيت اللي نازل من الفرخه لحد ما تحمر بالشكل الكامل. طلعوها بقى كده وسيبوها تبرد شويه قبل ما تقطعوها، وبالهنا والشفا.